الله يسعد مساكم اخواتي وحبايب قلبي الحلوين، ورمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم وعلى الجميع يا رب. اليوم الوجبه تبعنا، الوصفه تبعنا راح تكون معمول السوري. شغله على الاول، شغل عمك ابو راتب. طبعا انا عندي هون كيلو طحين، وعندي نص كيلو سمنه، 250 نباتي و250 حيواني. وطبعا انتم السمنه اذا بتحبوا تحطوا حيواني كلها موجوده، حطوا بتطلع النكهه اطيب واحسن. واللي ما بتوفر عنده بيحط نباتي وحيواني. وطبعا اخواتي في نقطة مهمة، لازم السمنة تكون بحرارة الغرفة. وهلا نبلش خلط طحين مع السمنة تبعنا لحتى تذوب السمنة كلياتها، ونبلش فيها عجن. واخواتي هي المعمول بحب العجن كتير، يعني قد ما بتحسنوا بتعجنوا فيه. اللي عنده عجانة بحطه بالعجانة وبيعجنوا بشكل كتير كتير منيح. طبعا اخواتي العجن مع السمنة، مو هلا بس نسوي المرحلة الثانية بنوريكم كيف المرحلة الثانية. يعني المرحلة الأولى السمن مع الطحين بده عجن بشكل كتير كتير منيح، قد ما فيكم بتعجنوها. السمنة طبعا اخواتي مع الطحين بس. المرحلة الثانية تاع السكر والمي هلا بنرجيكم اياها بعد هي المرحلة. هي المرحلة الأولى تاع العجنة، يعني لازم هي تنعجن بشكل كتير منيح. شايفين اخواتي هلا هيك دابت السمنة عنا، نبلش هلا في عجن. طبعا اخواتي يفضل بالعجينة تبعها تكون بوعاء ستانلس. ستانلس ليش؟ بيحافظ على البرودة، وقت ندخلها على البراد الستانلس بيحافظ على البرودة. واللي ما عنده ستانلس يعني عنده مجلة، على المجلة رخام بينظفه مزبوط وبيعجنها. وبس بده يحطها بيحطها بصينية ستانلس وبيحطها بالبراد. ليش؟ ستانلس بيحافظ على البرودة. شايفين اخواتي قد ما فيكم تعجنوها، كل ما عجنتوها كل ما بيصير لونها ابيض واحلى. شايفين اخواتي شلون اللون تبعها؟ هلا اخواتي العجينة صارت عنا جاهزة بهذا الشكل. طبعا زليتوها هيك للزيت شوي بايديكم، ها ما تخلوا شيء، كحتوها هيك وحطوها. وهلا بندخلها على البراد، نغطيها وندخلها على البراد لمدة ساعة. وهلا اخواتي انا ارجيكم طريقة العجوة. انا عندي هون كيلو عجوة، وعندي 100 جرام جوز. طبعا الجوز حسب الرغبة، بتحبوا بتزيدوا بتحبوا بتنقصوا. وعندي 100 جرام جوز الهند، وعندي معلقتين ماء زهر، وعندي معلقة سمن حيواني. طبعا اول شغلة لازم الجوز نكسره، يا اما بالسكين بتقصوه او بالشوبة بتكسروه. وهلا نبلش بتكسير الجوز. طبعا اخواتي الجوز الهند والجوز العادي هدول اختياري، يعني بالمحلات وهي ما بيحطوا لها جوز هند ولا بيحطوا لها جوز، بيحطوا لها بس العجوة والسمنة. اما نحن بالبيت انا بحبها بجوز الهند والجوز العادي، بيعطوها طعمة كتير كتير طيبة. شايفين اخواتي هالعملية هي ما بدنا نكسرهم بس تكسير. شايفين اخواتي بتجمعون هيك وبتكسرون. طبعا اخواتي شوفوا صاروا بهذا الشكل الجوزات عنا. هلا بننزل جوز الهند، بننزل معلقة السمن، وننزل بالماء زهر. طبعا مثل ما قلت لكم اخواتي هدول الجوز العادي وجوز الهند والماء زهر اختياري، بالمحلات بيحطوا عجوة وسمن بس. هلا بننزل بالعجوة اخواتي. وهلا اخواتي بنعجنهم كلهم مع بعض. نعجن الجوز الهند مع الجوز ومع الماء زهر والسمن.
وهلا حشوة المعمول العجوة صارت عنا جاهزة. هلا وقت التقطيع. ناخذ الشافة بهذا الشكل، وقت مثل ما تكون شايفين نعملها بهذا الشكل، ونبلش تقطيع. طبعا نقطع حسب القالب اللي عنا. طبعا بعد ما نقطعها هيك بهذا الشكل، ها اخواتي شايفين اخواتي بهذا الشكل نسويها. شايفين اخواتي؟ واخواتي مثل ما قلت لكم حسب القالب اللي عندكم، اللي عنده قالب كبير بيحب يكبر الحشوة بكبرها، واللي عنده قالب صغير بيحب يصغر كمان بيصغر. شايفين بهذا الشكل. ها هاي الطريقة اخواتي سهلة وسريعة. هاي صغيرة من قيمة. شايفين اخواتي بهذا الشكل. وطبعا اخواتي في شغله، اذا لقيتوا العجينه تبع العجوه عم تلزق بالايد تبعكم، نقر الزيت دهنوها على ايديكم وبتشتغلوا فيها، بتريحكم وما بتلزق معكم. وهلا اخواتي حشوه المعمول صارت عنا جاهزه بهذا الشكل. هاي العجه حشوه التمر. هلا اخواتي بعد ساعة طلعناها من البراد وبنرجع نعمل لها عجنة. وهلا اخواتي راح نساوي التبليعة تبع عجينة المعمول، واللي هي عندي انا هون كاسة مي، وعندي كاسة سكر ناقصة شوي. طبعا اذا بتحبوها حلوة بتحسنوا تحطوا كاسة سكر، يعني حسب ما بتحبوها بتحطوا. وعندي حليب ناشف هذا اختياري طبعا، بس هاي بيعطيها طعمة وقرشة كتير طيبة للمعمول، انا بحطه. وعندي كاسة قطر، نزلهم كلهم مع بعضهم وبنحركهم. طبعا القطر كاسة شاي اخواتي، وحليب ناشف كمان كاسة شاي او اقل حسب الرغبة، وهي اختياري. الحليب الناشف طبعا اختياري، انا بفضله عندي بالبيت، بفضله بتطلع كثير طيبة. وهلا بنرش تبليعة عليها. وهلا اخواتي بحنية، شايفين اخواتي بهذا الشكل، توسعوها شوي وتضلوا عم تحركوا فيها. عملية تقليب بس، ما بدنا نعجنها تقليب اخواتي. وهلا صارت العجينة عنا جاهزة. هلا بنحطها بالبراد لمدة 5 دقائق 10 دقائق وبنرجع للمرحلة اللي بعدها. وهلا العجينة صارت عنا جاهزة بهذا الشكل. بنقيم منها شافة شافة من البراد، بنخليها طبعا بالبراد وبناخذ شافة قد هي ونبلش فيها شغل. كل ما خلصت بنجيب شافة ثانية، ها بنبلش فيها شغل بهذا الشكل. بنعملها هيك وقطع، حاولوا اصابعكم ها الشقف يكونوا قد بعض. ها شايفين؟ يعني عملية توازن، نقطعهم بهذا الشكل كلياتهم. ها عن حسب القالب، اذا عندكم قالب كبير بتكبروا، اذا عندكم قالب صغير بتصغروا اخواتي، يعني حسب القالب تقطيعة العجين تبعكم بتكون. طبعا هلا بنسويهم بهذا الشكل دوائر. ها شايفين اخواتي؟ ما بدها شيء، عملية سهلة. وهلا عملية اخواتي الحشي. ها نعملها بهذا الشكل، ها باصبعتنا مثل ما كنتم شايفينها، طلعها نعملها مثل الجورة اهو. هاي العجوة بنحطها بالنص وعملية تسكير. ها شايفين اخواتي؟ ها بنرجع بنعمل لها عملية كعبلة. ها هاي الثانية، ها رصة صغيرة بأصبعتكم، شايفين اخواتي؟ ها ونرجع كمان نفس العملية. ها شايفين عملية تسكير. وها كمان شايفين اخواتي باصبعتكم هاي بتوسعوها. اصبع هاي الثانية نعمل لها مثل الجورة هون، ننزل. شايفين عملية تسكير وتدوير بصير عنا بهذا الشكل.
هلا اخواتي طبعا بهذا القالب، قالب بلاستيك انا عندي، ما عندي قالب حطب، بننزلها بقلبه. عملية ضغطة صغيرة بس اخواتي، ما بنضغط عليها كتير بس عشان تاخذ شكل الرسمة. شايفين اخواتي صارت عنا بهذا الشكل. هاي كمان الثانية اخواتي، شايفين بهذا الشكل. وطبعا قالب هذا البلاستيك يمكن تلزق فيه، اذا بتلزق فيه رشة طحين وانفضوا واشتغلوا فيه. شايفين اخواتي بهذا الشكل. شايفين اخواتي بهذا الشكل، عملية بس هيك توسيع بس لتاخذ الرسمة. ها شايفين اخواتي بهذا الشكل. اللي ما عنده قوالب اخواتي نفس الشيء، لك هاي بعد ما نحشيها نجيبها هيك، عندنا شوكة، بالشوكة بنعمل لها عصا صغيرة. شايفين اخواتي صارت بهذا الشكل. هون هاي وحدة تانية كمان نفس الشيء. شايفين اخواتي نحطها هيك رصة صغيرة هيك بايدنا بالشوكة، عصا صغيرة بهذا الشوكة بتصير عنا بهذا الشكل. هلا صينية المعمول تبعنا، شوفوا ما شاء الله اللهم صل على النبي، شغلة على اول شي بشهي، شي بشهي للاكل. شايفين اخواتي شايفين محلاها، شي بشهي، شغلة على الاول.